ازاي تجيب كونسبت مناسب للسكريبت اللي هتشتغل عليه. ما تعملش الحاجه اللي عاجباك، لان انت رايك بتاعك مش بتاع حد تاني. هنا هيبقى يفرق معايا مين اللي بيتكلم، ايه بقى البراند كاركتر بتاعك انت لما بتتكلم ازاي. ما ينفعش مثلا ان انا انزل سكريبت يبقى انا عمال اضحك واجيب الموضوع بشكل ساخن. البراند كاركتر في حته تانيه خالص. المنافسين بيتكلموا ازاي، هم بيعلنوا عن نفسهم. هتبص على الناس جوه المكان الجغرافي اللي العميل ده بيتكلم فيه وبره المكان ده. بره بقى بيتكلموا ازاي. لو مثلا دول الاوروبيه بيتكلموا ممكن تارجت اودينس مختلف تماما، لكن بيتكلموا في التوبيك ده ازاي. انت دايما فكر ان انت دماغك عماله تجمع حاجات في بعض علشان تعمل صوره. احنا بنعمل سكريبت يعني بنعمل صوره. بصيت جوه، بصيت بره، شفت حاجات مثلا زي ادز اوف ذا وورلد، تشوف كده ده خدوا الموضوع من ناحيه ثانيه خالص. ده بدل ما يبداوا بستوري لا ده بداوا مش عارف ايه. فتبدا تلاقي صرفه جديده، طريقه جديده تبص عليها. ده جزء زي ما قلنا من البازل بتاعت الماركتنج بتاعته هو، مش بتاعتك انت. بتلبس قبعه العميل وتشوف المناسب ليه هو، مش مناسب ليك انت.